السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى نعمل وصفتنا. معايا ملح وفلفل اسود وجنزبيل وسماق وسبع بهارات، ومعايا زعتر جاف وزعتر بودر، ومعانا معلقة كبيرة من المستردة ومعلقة كبيرة من الصلصة ومعلقة كبيرة من الزيت ومعلقتين كبار أو 3 من صويا صوص. هاخلطهم كلهم مع بعض كده وهانزل بالبانيه بتاعنا. دي بجد وصفة هتعجبكم جدًا يا جماعة، والبهارات اللي عندكم حطوها واللي مش بتحبوها وما عندكوش ما تحطوهاش. المطبخ اختيار يا جماعة مش إجبار. زي ما أنتم هتشوفوا كده. هاسيبها بقى حوالي ساعتين وارجع اقول لكم هنعمل بيها ايه. هنا بقى هنحضر الجريلا بتاعتنا بعد ساعتين، وهبدا اشوي البانيه. احنا طبعا عملنا الخلطه دي قبل كده في البانيه المشوي، بس انا بقى هديها اللون بس يا جماعه، مش هسويها كلها. انا هسوي بقيه البانيه هعمله مشوي، وهاخد منه كام قطعه كده، مش هسويهم قوي، يا دوبك بس ياخدوا لون عشان هعمل بيهم الوصفه التانيه. والوصفه التانيه هقطع بطاطس وبصل وفلفل شرائح كده زي ما انتم شايفين رفيعه، ولو عندك فلفل الوان حطي كمان. هابدأ بقى أقلِّب كده البانيه بتاعنا، وبعد كده هانزل بكل البهارات اللي أنا حطيتها في الخلطة بتاعة البانيه، هانزل عليها بالضبط، هانزل عليها على صينية البطاطس زي ما أنتم هتشوفوا كده. بُصّوا يا دوبك بس أنا باقلِّب بس البانيه، أنا مش مسوّيه. وبعد كده هاضرب طماطماية واحدة بس وهازوّدها شوية مَيّة، وهانزل على البطاطس زي ما أنتم شايفين كده. هاخلطهم مع بعض، وبعد كده أبدأ آخد البانيه أحطه كده فوق البطاطس. بجد صينية بطاطس بالبانيه بجد تحفة يا جماعة وهتعجبكم. لو أنتم عملتوها بجد مش هتبطلوا تعملوها تاني. بُصّوا، هابدأ بقى كده أرُص كده البانيه بتاعنا، وبعد كده أجيب قطعة زبدة أو معلقة سمنة وأحطها كده فوق الوش، وأجيب ورق فويل وأحطه كده يعني أغلِّف بيه الصينية، وهادخّلها الفرن على طول، مع شوية بقى عيش، شوية سلطة، مع شوية رز. بجد خطيرة. بُصّوا الجمال، تحفة يا جماعة. والبطاطس طعمها تحفة، 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 عشان الزعتر بيدّيها طعم خطير. وطبعًا دي الطحينة اللي إحنا عاملينها في البيت، وعملناها كذا مرّة ونزّلناها على القناة زي ما أنتم شايفين كده. بُصّوا، وطبعًا بقى كمّلت بقية البانيه مشوي، عشان في حد كان عايز ياكله مشوي كده، وفي حد كان عايز ياكله في صينية البطاطس ومع شوية سلطة. بجد خطير وتحفة. جربوها مش هتندموا. يا رب الوصفة تعجبكم.